إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطاي وخطاكم. أما بعد، كلنا في نسعى ودائما أن نكن دائما في معية الله جل وعز شانه، لأن المرء إذا دخل في معية الله وقاه الله كل شر، وقاه الله كل شر، وإلا مسته وأصابته لفحات ونفحات من الناس سواء كانت رحمة أو ظلم. فإن العبد إذا احتسب كل ما يصيبه لوجه الله جل وعز شانه رفعه الله الدرجات العلى، رفعه الله جل وعز شانه الدرجات العلى. لهذا المرء دائما يجب أن يكون مع الله، ومتى أنت ما كنت مع الله فإن الله يقيك شر الناس. الآن كلنا في يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف ونسعى لحفظها، ونقرأها لأن من يقرأ الكهف في الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، وهذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس العبرة هنا. أولئك الفتية، ما معنى فتى؟ من الفتوة، يعني الشاب، الرجل القوي الشاب، ليس بكبير السن وليس بصغير. الفتي هو القوي بمرحلة الشباب. هؤلاء الفتية كانوا من عائلة أسقراطية، بمعنى عائلة غنية مترفة، وكان قومهم يعبدون الأصنام، فهؤلاء هداهم الله جل وعز لرب السماوات والأرض. وهذه منة من الله جل وعز شأنه، أنك لا تحكم على الإنسان بالظاهر. ربما بيئة والعياذ بالله سيئة يخرج منها الرجل الصالح، ولربما بيئة صالحة يخرج منها الرجل السيء. ودليل هذا نوح عليه السلام نبي، ومع هذا يا بني اركب معنا كنعان فأغرق كنعان. إذن ولوط انظروا لزوجته. فالشاهد من الأمر أن لا تحكم على الرجل من بيئته. هؤلاء العائلة الفتية من العائلة الأسقراطية كانوا في بيئة مترفة ويميلون للهو وللعب ولغيره. قدر الله جل وعز شانه تقدست أسماؤه أن يؤمنوا فآمنوا فهربوا من قومهم. لماذا؟ خشية الرجم وخشية أن يعودوا إلى الكفر، لأن المرء متى ما ذاق حلاوة الإيمان استحالا يعود للكفر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان، وأن يكره منها أن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا المرء يحرص عليه. فلما هربوا من قومهم إلى أين؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إذن مناط الهداية أن يذهبوا للكهف هروبا من الناس وهروبا من أعين الناس، أرادوا الاختفاء عن أعين الناس. الآن لما دخلوا في الكهف الله عز وجل ضرب على آذانهم، وانظروا الحكمة، بحيث لا يسمعون صوتا فيستيقظون، وجعل أبصارهم مفتحة حتى لا تتلف الأعين. والله جل وعز أصبح يقلبهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هو الله عز وجل صنع هذا. لماذا؟ ليريك المعية. وجعل كلبهم على باب كهفهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كل هذه البيئة هيأها الله جل وعز شأنه ليعتني بهم، ليرعاهم سبحانه وتعالى. نعود لبداية القصة. لماذا هربهم إلى الكهف؟ هروبا من الناس ومن بطش الناس ومن رجم الناس. لما هربوا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، آواهم الله، ومن آواه الله لا يضيع. لما آواهم الله جل وعز شانه في الكهف، انظر لحكمة الله. قال أهل العلم: هربوا من وجوه الناس فجعل الله الناس تهرب منهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبة. قال أهل العلم رحمهم الله: هربوا من الناس خوفا من عذاب الناس وليبقوا على الإيمان، فلما أدخلهم الله في معيته جعل الذي يراهم يهرب لا يريد أن يرجع إليهم، فهرب الناس منه. لماذا؟ معية من الله. متى تؤتى هذه المعية؟ إذا سلمت زمام أمورك لله وتوكلت على الله جل وعز شانه. اعلم أن الله يرعاك، واعلم أن الله جل وعز شانه سيكلأك في الليل وفي النهار ولن يضرك أحد. والله تعالى أعلم وأعز وأجل. هذا ما تبين إيراده، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم مصارع السوء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.